تخيلوا معي يا أصدقائي، نجم تركي يعيش أجمل لحظات حياته مع اقتراب قدوم مولوده الأول، لكن بدل أن يملأ الفرح حياته يجد نفسه وسط عاصفة من الجدل والاتهامات. وفي الجهة الأخرى نجمة شابة تصعد بسرعة الصاروخ، نجاحاتها تثير الغيرة من حولها والكل يراقب خطواتها لحظة بلحظة. مرحبا بكم في حلقة جديدة مليئة بالأسرار والحقائق المثيرة. أبطالها هذه المرة النجم باريش بكتاش والجميلة يامور يوكسل، أحداث نارية لن تتوقعوها. باريش بكتاش، الخبر السعيد أن باريش وزوجته يقتربان من لحظة فارقة في حياتهما، فهما بانتظار مولودهما الأول، والجميع يترقب هذه اللحظة المميزة التي ستفتح لهما باب عالم الأبوة والأمومة. لكن بدل أن ينشغل الجمهور بالاحتفال بهذا الخبر الجميل، وجد باريش نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل. فالكثيرون اعتبروا أن انشغاله المستمر بالماضي وعلاقاته السابقة يضعف صورة زواجه الحالي ويجعله يبدو وكأنه يرسل إشارات غامضة لا معنى لها. هنا تبدأ عاصفة. الفان اكتشفوا أن باريش حذف جميع المقاطع التي تجمعه بيامور يكسل من مسلسل زهور الدم من حسابه الشخصي، الأمر الذي فسر على أنه غيرة من نجاح إعلانها الجديد. وسرعان امتلأت السوشيال ميديا بردود فعل غاضبة بين من يهاجمه ومن يدافع عنه ومن يربط كل ما يحدث بعلاقته السابقة بيامور. لكن المفاجأة لم تتوقف هنا، فبعد الضجة مباشرة ظهر باريش في مقطع وهو يغني مع أحد أصدقائه أغنية حزينة وكأنه يلمح إلى مشاعره الداخلية. كلمات الأغنية أثارت الفضول أكثر، خاصة أنها جاءت في توقيت حساس جدا. أما يامور يوكسل فالقصة عندها لا تقل دراما. النجمة التي لم تتجاوز 23 عاماً أثبتت للجميع أنها ملكة الاحتراف من طريقة تعاملها مع فريق عملها وحتى ردها الذكي على من لم يكن يستحق شراكتها. لكن في المقابل واجهت صدمات مؤلمة. أشخاص كانت تظن أنهم يحمونها تبين أنهم أكثر من يحاول إلحاق الأذى بها. الغيرة والحقد ظهروا في أوضح صورهم مع كل نجاح تحققه. وبينما جمهورها يحتفل بإنجازاتها، هناك دائما من يحاول تشويه صورتها أو التقليل من قيمتها. لكن يامور تواجه كل ذلك بقوة وإصرار. الحرب على السوشيال ميديا اشتعلت. تعليقات الفان انقسمت بين مهاجمة باريش واتهامه بالتصرف كمراهق غيور، وبين الدفاع عنه باعتباره يعيش مرحلة حساسة كأب جديد. وفي الوسط الكثير من المقارنات مع يامور وإدارة أعمالها وعلاقاتها السابقة. في النهاية القصة لم تنتهي بعد، وكل يوم هناك ردود فعل جديدة تزيد النار اشتعالاً. لكن السؤال الآن برأيكم، هل تصرف باريش بكتاش بدافع الغيرة فعلاً، أم أن الأمر مجرد صدفة بريئة أسيء فهمها؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، فالنقاش عندكم يهمنا أكثر من أي شيء. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا إعجاب واشتركوا في القناة لتكونوا أول من يعرف أسرار النجوم القادمة.